بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب. بتمنى من حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. فضل وليس امر الاشتراك في القناة بعد اذن حضراتكم. نادي الزمالك فاز على نادي زد بنتيجة 2-1 في مباراة كانت قوية جدا. مباراة يعني مباراة تستمتع بيها. دي مش مباراة في الدوري المصري، مباراة كانت قوية جدا. ونادي زد يعني كان خصم عنيد النهارده في المباراة لنادي الزمالك، ولكن هي كانت مباراة كويسة جدا، مباراة حلوة جدا، مباراة ممتعة جدا. يعني ما تقدرش تقول نادي الزمالك ما جاش، ما تقدرش تقول نادي زد ما جاش، لا الفرقتين يعني لعبوا اجادوا. ولكن يعني نادي الزمالك قدر يفوز في المباراة ويحقق الانتصار ويتصدر الدوري المصري. يعني طبعا نادي سيراميكا اتعادل مع نادي الاسماعيلي بنتيجة 1-1. والحقيقة يعني حاجة غريبة إن نادي الإسماعيلي، طبعا كل احترام وتقدير للنادي الإسماعيلي وجماهير الإسماعيلي، ولكن كلنا عارفين يعني الظروف اللي بيمر بيها نادي الإسماعيلي. ولكن كانت مفاجأة النهاردة، وكان يعني حاجة مش متوقعة إن نادي سيراميكا النهاردة يعني يقع في فخ التعادل مع نادي الإسماعيلي. نادي الإسماعيلي طبعا في المركز الأخير في الدوري، وكله كان متوقع، أو أنا يعني شخصيا كنت متوقع نادي سيراميكا هيفوز النهاردة على نادي الإسماعيلي أقل حاجة 1-0 2-1. طبعا يعني نادي سيراميكا كان متصدر الدوري قبل المباراة، تمام. ونادي الإسماعيلي طبعا في آخر الجدول، آخر فرقة في الجدول. فكان متوقع جدا إن نادي سيراميكا النهاردة يفوز في المباراة، ولكن سقط في فخ التعادل بنتيجة 1-1. طبعا نادي بيراميدز النهاردة فاز على غزل المحلة بنتيجة 3-1. والحقيقة يا جماعة أنا شفت بعض اللقطات كده من المباراة. هو يعني هو عامر ده لسه موجود يا جماعة؟ أعتقد أنا من وقت ما بدأت التشجيع، اللي هو يعني من حوالي 15 سنة مثلا ولا حاجة، يعني او اكتر من 15 سنة بشوف عامر ده بيقف جون. هو عنده كام سنة يا جماعة لسه بيقف جون؟ اخطاء النهاردة يعني غريبة جدا، واهداف النهاردة داخلة في عامر ده. ايه ده؟ هو ده ازاي لسه بيقف حارس مرمى يا جماعة؟ وازاي بيوقف حارس مرمى في الاخطاء الكارثية دي؟ تلات اهداف. لا والله يعني اهداف ساذجة جدا، انا معرفش دخلت فيه ازاي. ولكن نادي بيراميدز فاز 3-1، نادي الزمالك فاز 2-1. النادي الأهلي فاز أيضا بالأمس 1-0. طبعا بالنتائج دي نادي الزمالك متصدر جدول الترتيب، يجي من بعده نادي بيراميدز في المركز الثاني، يجي من بعده النادي الأهلي مركز ثالث، يجي طبعا في المركز الرابع نادي سيراميكا كليوباترا.